السلام عليكم حبيباتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. كما راكم تشاهدوا راح ندير معكم اليوم بقلاوه بالجوز على كرها. راح نعطيكم كامل الاسرار باش تجيكم مقرمشه. راح نخدموا لاباط تاعها غير بالنشا، مش راح نستعملوا دهن سمن بزاف، يعني نفتحوها غير بالنشا. وراح نعت لكم الاسرار كيفاش تجيكم لافارس تبقى طريه وما يجيش هذاك السكر يتغزغز. ليسونسيال ما عليكم غير تبعوا الوصفه وشوفوا. اول حاجه يا البنات هنا راح نبدا بلا بات هي الاولى. بالنسبه للعجينه نحتاج 4 كيلات تاع فرينه تكون نوعيه مليحه، ونحتاج كيلة مخلطه زبده وسمن ذوبتهم وخليتهم يبردوا. نحتاج خليط من الماء وماء الزهر، ونديرلو مغرف صغيره تاع ملح. كما تعرفوا هنا الماء والماء الزهر ما يكونوش باردين وما يكونوش سخونين، يعني بحراره الغرفه عادي. هنا استعملت 4 كيلة تاع فرينه، نضيف عليهم الزبدة والسمن اللي ذوبتهم وخليتهم بردوا مليح، ونبدأ نبسس. هنا البسوس دخلوا لو غرا تاعكم ماشي بزاف، جوست حتى تترمل معاكم شويه كيما القريوش، نفس الطريقه بخاسك. هكذا دخلوا غير بين يديكم حتى تبسوها كامل فرينات تقاز بس بالزبده والسمن. نوعيه الفرينات تلعب دور كبير يا البنات في البقلاوه، ما تستعملوش اي فرينه، يعني لازم الفرينه المليحه. كاين بزاف لي مارك لي ملاح، ماهيش وحده ماهيش زوج ماهيش، كاين بزاف بزاف، يعني تختاروا اللي راكم متعودين تخدموا بها. كيما انا نستعمل يا لابيل يا سفينه يا سيم يا سيم اوسي، هذو كل راهم ملاح. ماما ثاني ما شاء الله، يعني اللي درتوها مليحه. ودوكا نبدا نضيف في الخليط تاع ماء وماء الزهر وشويه تاع الملح، ونبدا نلم فيها. هنا العجينه تاعكم ما تطريوهاش بزاف وما تيبسوهاش، تجي عجينه عاديه. وما تنساوش بلي كي تتحط راهي ثاني راح تزيد تطرى معاكم. فوالا نبقى نضيف حتى تتلم، نحطها على بلون دو طرافاي ونزيد ندلكها شويه ماشي بزاف، دقيقه با بلوس، حاجه قليله برك، باه ندخلوا المكونات مليح. فوالا اكبر سر في البقلاوه يا البنات هي انك تخلي العجينه تريح وتخلي لافارس ثاني تريح، يعني كل شيء لازم يرتاح مليح باش البقلاوه تاعكم تجي مليحه. دوكا راني نحاول نعجنها شويه ماشي بزاف، كما قلت لكم مش اكثر من دقيقه، غير باه ندخلوا المكونات مليح وما يبقاش السمن في جهه والفرينه في جهه والماء والمزهر في جهه. هكا ندخلوا بيان المكونات تاعنا. كيما راكم تشوفوا غير ندخل، مانيش نعجن مليح، غير ندخل برك. تقدروا تخليوها تبات، كيما تقدروا تخليوها 4 سوايع وتبداو تخدموا ثاني، ما كانش مشكل. انا راني ما خليتهاش تبات، خليتها غير 4 سوايع، درتها مع العشيه وحتى لليل. درت عشايه عشيتهم، غسلت ماعني، درت كل شيء تاعي. ومن بعد نصت لها جويه 10 تاع الليل بديت نخدم فيها ونطيبها مباشره. وتعسلوها وتغطيوها وتخليوها حتى لو لوندوما باش تقسموها، ولا تقدروا ما تخليوها على حتى اليومين 3 ايام باش تقصوها، ما كانش مشكل. انا بما انه كيما نقولوا لي ميزور تاعي راهم قد يعني ما لا زياده لا نقصان، يعني راح الغدوه راح نقدر نقصها بسهوله، تكون شربت العسل كل شيء تاعها مريقل. شوفوا كيفاش تولي، ها هي كي هكا راهي جاهزه. دوكا نجيب 2 ساشيت كونجيلاسيون ولا واش عندكم، انا راهم خلصوا لي وكيما تعرفوا قريب العيد ان شاء الله. راني تفنينت قلت فرت خطره نشري حوايج العيد ونشري لي ساشيت كونجيلاسيون كل شيء. الوغ استعملت لي ساشي بروبر اللي كانوا عندي عادي جدا.
دوكا نجيبو العجينه تاعنا نقسموها على زوج، ومن بعد كل نصف نقسموه على زوج ونزيدو نقسموه على زوج، يعني راح نتحصلوا على 4 كريات. بصح البنات هذا 4 كريات راح نخرج منهم 8 طبقات لتحت و8 طبقات لفوق بفرد ضربه. دوك نفهمكم من بعد في الخدمه. فوالا كي نقول لكم 8 طبقات لتحت و8 الفوق صافي با دير راح تجي لاكوش خشينه بزاف، لا بصح راح هذاك الفويتاج تاع 8 طبقات راح يخليها تجي مقرمشه، ما تحسوش بالفويتاج بزاف، راح تحسوا يا ربي 4 طبقات بصح لا كروستيونس والهشاشه هذيك تبقى وتطول بزاف. دوكا راح نلوز كامل اللوزات تاعي وندير كل 4 في ان ساشي ونحطهم في الثلاجه. هنا لازم الثلاجه يا البنات سورتو الحال راهو سخون، يعني اي حاجه درتوها مكسوتها لا فارس ولا الحشو ولا العجينه يتحطوا في الثلاجه هكا تكونوا سور، وتقفلوا عليهم باحكام ثاني وتخليوهم. انا كي عدت خدامه الوغ كي جيت من الخدمه مباشره وجدت العجينه تاعي ولا فارس تاعي كما قلت لكم وحطيتهم في الثلاجه ورحت ريحت في عقلي وكملت واش كملت، وفي الليل خدمت الاز. فوالا هكا اقفلوا مليح يا البنات باش ما تديلكمش هذيك القشره باش ما تجيكمش هذيك القشره. هكذا كيما راكم تلاحظوا العجينه تاعي ماهيش يابسه وماهيش طريه، يعني تتحكموا فيها ودوك تشوفوا كي تزيد تريح تلعبوا بها كيما حبيتوا، ما تحتاجوا لا هذيك اللي تحلوا بها العجين ما والو. انا ما نحبهاش هذيك، تدي وقت بزاف. صح هي مليحه في الخدمه بصح راهي تدي وقت ياسر. جو بريفير نخدم بالقنوط نتعب شويه بصح على ضربه نكمل في وقت قصير، وزيد الفيتاج هذا تاع النشا راهو ما يديش معكم وقت كبير. هنا راني اكسبري ما حبيتش نقطع الفيديو باسكو البقلاوه بزاف اللي يقولوا صعيبه ونخافوا ما تنجحناش ونخافوا هكا. الوغ انا في هذا الوصف في هذا الفيديو نعت لكم كل شيء بالتفصيل. اسما كيما نعرف انا بيان سور كيما نعرف انا بقلاوتي يحبوها، ما كانش اللي ما يشتيش بقلاوتي الحمد لله، اللي ذوقها يبغي يزيد. هنا بعد ما كملت لاباط حطيتها في الثلاجه نجيبوا الجوز تاعنا يا البنات لازم تنقيوه. شوفوا تلقاو فيه ساعات هذوك لي تروك هكا، جيبوا اون بغاس تشيتوه كامل تنحيولو هذيك لابودغ اللي فيه وترحيوه. انا ما نقليش ترحيوه. هنا شوفوا كي رحيتو رحيوه خشين شويه ما ديروش بودغ ولا رقيق، لازم يكون مدشش برك باسكو الجوز ديجا راهو رقيق باردون راهو كي طري اسما ما يحتاج انك ترحيه بزاف باش ما يتفتتش معاك في لافارس في البقلاوه، يعني راهو هو بعد طري. الوغ دشوه برك. نحن نحتاجو حبيبات تاع لوز باش نشبح بهم من الفوق، ونحتاج شويه تاع سكر المزهر. هنا البنات الجوز ديروا له القرفه، ما ديروا له لا اغام لا تاع اللوز لا بندق لا جوز لا تمسخير، هذا ديروا لهم غير صغيره تاع القرفه راهي تتماشى بزاف مع الجوز وتعزز له الذوق تاعو. سما بقى القرفه راح تخلي الذوق تاع الجوز يبان اكثر داكوغ مش راح تخبيه. وهنا بالنسبه للسكر يا البنات ما ديروش 3 كيلات بكيله، انا ننصحكم ديروا الكميه تاعكم كيلو تاع جوز ديروا فيه حوالي كيما راكم تشوفوا ان بول ولا ناقص شويه نتاع سكر، يعني ليكيفالون تاع 300 غرام با بلوس تاع سكر، يعني 300 غرام با بلوس. هذا ما كان باش ما تتكرمل لكمش، ما تكثروش السكر راح تجي حلوه بزياده، والسكر راهو لازم بيان سور هو اللي يخليها ما تتفتتش، لكن ما نيكزاجيريوش وما نشحوش بزاف. بصح باش ديروا هذيك 3 كيلات بكيله انا ضد. انا البقلاوه تاع 3 كيلات بكيله كي ناكلها نقهم نعض العضه الاولى ما نقدرش نكمل، بصح جربوها بطريقه هذه تجيكم ما شاء الله. ودركا البنات نبخ برك بالمزهر وشوفوا كيفاش راني نحرك فيها غير بصباعي ما تعجنوهاش، وعندكم تجريوها بالمزهر يعني تجيكم مسومه برك. هنا شوفوا كيف راني نسوم فيها هذا مكان يعني جوست باش مزهر هذاك، وامامتون لازم ديروا المزهر مليح وعندكم تكثروا. لو كان تكثروا راح تتحل معاكم في البلاطو وتولي جاريه بعيد الشر راحت البقلاوه، ولا ما درتوش ثاني كي تجيو تقسموها راح تتفتت في يديكم كيف يعني هو اللي راح يخلق هذاك العلك داخل. يعني ديروا المزهر وحركوا غير بصباعكم كي تحسوها تبلت كامل مليح. شوفوا هنا خلاص راهي واجده معايا اسمحوا لي. شوفوا كيفاه جات هكا سيبو. دركا هنا نغسل يديا ونغطيها ونحطها في الثلاجه مع العجينه هذيك.
و جو باس ا اوتر شوز. بعد ما فاتت 4 سوايع ولا بعد ما بيتوها، تجيبوا العجينه تاعكم وتحتاجوا للنشا، تحتاجوا الكميه من السمن ذايب مش بزافه غير شويه، وتحتاجوا القنوط ولا الحلال. بالنسبه للبلاطو اللي راح نستعمل فيه، راح نستعمل بلاطو تاع 30 على 35. هذا البلاطو يا البنات تاع 30 على 35 راح يهز لكم كيلو فرينه، كيلو جوز، وكيلو عسل. داكوغ، هذا البلاطو يعني بهاد لي ميزور تجيكم بقلاوه ماي عاليه ماي هابطه، تجيكم ما شاء الله. انا هذو هما لي ميزور اللي نستعملهم، وهذا البلاطو ما يخطينيش. هنا اول حاجه ندهنه بالسمن وحطوه ابار، ما يهمكمش ولو جمد هذاك السمن ما ياثرش، باسكو من بعد يدخل للفوغ راح يعاود يذوب. ندهنه نحيه عليا من هيت، ونجي نبدا نوجد العجينه تاعي. الطريقه تاعي تاع البقلاوه يعني ولو تفلص غير راح يديرها، راهي طريقه بسيطه سهله، ما كانش هذيك تاع او عندك هكا ولا ممكن هك ولا ممكن. لي ميزور تاعي باينين، ما عليكم غير تتبعوا، هذا ما كان. شوفوا بعد ما ارتاحت العجينه تاعي، واش نقول لكم، تلعبوا بها كيما حبيتوا. درك نضيف عليها شويه تاع نشا، ونبدا نحلها. ما تحلوهاش بزاف، حلوها غير شويه. الطريقه هذه سهله على الكيف، ودير ان فيتاج ما شاء الله، ونشا هذيك تتمد لها قرمشه، يعني حاجه وحويجه. شوفوا كيفاش حليتها غير شويه، تحلوهاش بزاف. فوالا، نحلها بهذه الطريقه. دوكا نجي نغمرها بنشا، نغطيها كامل بنشا مليح، نهزها نحطها ابار، ونزيد نفتح واحده اخرى، نفتحها بنفس القيس تاع اللي فتحتها الاولى، يعني بالتقريب. سونسيال كي نحطها عليها ما تجيش قل منها بزاف ولا زايده بزاف، هكذا. واش ندير يا البنات، نهزها ونزيد نحطها على اللي فتحتها الاولى هكذا، ونزيد نغطيها هي ثاني من الفوق بنشا، باش نزيد نحط عليها واحده اخرى، وهكا حتى نكمل كامل الكريات تاعي، يعني الربعه، نخدم بالربعه. هاني ضفت لها، نزيد نحل واحده اخرى، نزيد كيف كيف نفس الشيء حتى نديرو الرابعه. هنا ديروا نشا مليح، ما تشحوش، هي اللي راح تساعدكم باش تجيكم فويتي مليح. بقات الاخيره نزيدو نفتحوها ونحطوها عليهم. فوالا، وهذا مكان. دركا واش راح ندير، راح نجيبهم في ربعه، ندير ساع نشا بيان سور مليح، ونجيبهم اول حاجه شو تتبعوا معايا، نبدا نضغط صاع الحواف هذوك باش كي تبداو تحلوا ما يهربوا لكمش من بعضهم، تضغطوا عليهم هكا. تبعوا برك الطريقه تاعي سهله، ونبدا نضغط بالقراص ولا بالقنوط هكا كامل في الوسط كامل. فوالا، نبدا نضغط كيما راكم تشوفوا مليح. هذه الطريقه اكل باش ما تهربليش، يعني نبدا نحل الساع في الوسط باش ما يهربوش العجينات من بعضهم. نبدا غير في الوسط هكا كيما راكم تشوفوا، ونضغط، اني نضغط باش يلصقوا مليح في بعض. راح نحي هذوك تاع الدواوات، لازمت لي ليستاع مليح باش نقدر نفتح الاز. وتبداو تحلوا لو ماكسيموم تاعكم، يعني حلوها على قد ما قدرتوا بالقناط مليح.
وشاك فوا هزوها كيما راكم تشوفوا هنا، ها كيما هاك في القنوط، قلبوها على لوطخ كوتي وزيدوا حلو، هاي تمشي معاكم كيما حبيتو. هيا دوكا راح نوسع في الحالة خشان اللعب. او نضيف لو بلون دو طرافاي، يعني كل يوم نغسلو ونمسحو، يعني غير عقبت برك ونكمل نحل العجينه تاعي مليح. فوالا فوالا هاكا. نبدا دركا نحل مليح. فتحوها يا البنات، قيس لو بلون دو طرافاي تاعكم كامله ودوك تشوفوا على واه. راهي تمشي ما تخافوش، راهي درنا كميه لاباس بها. راني قلت لكم هذوك الكيلات اللي استعملناهم راهم كيلو تاع فرينه قد قدا، 4 كيلات تاع فرينه راهم كيلو تاع فرينه قسمته على 4. تبقاو غير تحلو، ها ما تنيجليجيو حتى شوكه باش تتفتح كامل معاكم مليح. ها هكا كامل. ها كي تتكمش لكم اجبدوا برك العجينه باش ما باش تيفيتيو هذاك التكماش. شفتوا هنا هذه الطبقه راني راح نديرها من تحت، يعني مانيش راح نركز بزاف عليها، لازم تكون كيما نقولوا مريقله مليح. بصح الطبقه الفوقانيه اللي لازم تفتحوها يعني بدقه، ما تخديروش فيها تطباق وتكماش، ولازم تجي رطبه باش تجيكم الحبات على البقلاوه متحوفه. ها دوكا نحل برك هنا، الصح هو اني نرقق مليح هذا مكان. شتو على هالبنات قلت لكم هذا الربع لوزات راح يخرجوا لنا 8 طبقات. شتو دوك بعد ما نفتحها واش راح ندير؟ راح نقسمها اون دو ونجبد ان كوتي ابار ونزيد نحل واحد نحلو مليح دوك تشوفوا. فوالا دوكا واش راح ندير؟ شوفوا دوكا نقسمها كيما قلت لكم على زوج وندير كل طبقه فوق الاخرى، راح يوليو عندي 4 و4 يعني 8. نحي هذيك نتازيها عليا من هيت ونبدا بهذه. كيما شفتوا البلاطو تاعي ماهوش كبير بزاف، 35 على 30، يعني نجي نفتح هذه على اساس تجيني قد البلاطو هذا مكان. نريد نزيد نكمل نرققها. البلاطو تاعي راه مدهون بالسمن، نوعيه السمن انا نستعمل مدينه. شوفوا كيفاه، شوفوا دركا ولا شوفوا كيفاش البلون دو طرافاي بان من التحت، لازم تبان لكم من التحت باش تسمى راكم رققتوها مليح. والطبقه التحتانيه ما يهمش، حتى لا درتوها شويه خشينه معليش باش تيفيتيو اونكا زادت لكم في الطياب نسيتوها ما نعرف، على الاقل تجيكم في الطبقات التحتانيين معليش. انا راح نعطيكم واحد الطريقه هكا يديروها يفتحوا بها هكا في القنوط. انا ما نستعملهاش بزاف. ها هي كي ديروا كيما هكا تدوروا وتحلوا في القنوط بعد، يعني الطريقه هذه تعاونكم باش تفتح مليح، لكن انا ما نستعملهاش بزاف، مانيش متعوده عليها. ما حبيت برك نعتها لكم، اللي حبت تفتح بهذه الطريقه وصلحت لها وقدرت عليها ديرها. انا سيتها باسكو هذه هي الطبقه التحتانيه خلاص، يعني مش مشكل. ها اي تفتح حاجه معاكم، تاخذ لكم مره وتتحل مليح مليح. وشي هو انا ما نشتيهاش دير لي التكماش، دير لي التكماش ما كونترولي، والقنوط تاعي ماهوش كبير كبير. شوفوا كيف دارت لي التكماش هذاك ما. ودوك هاني قلبتها ونعاود نروح لوطخ كوتي نزيد نحلو بنفس الطريقه. تدوروا العجينه عليها وتحلو بيديكم كيما راكم تشوفوا. اشاك فوا نزيد نافونسي ونزيد ندور وندير بيديا، ندور وندير بيديا باش تتحل. هنا يعني الطريقه هذه مليحه، يعني اللي يديرها تتحل لكم خير وخير، باسكو مهما حليتوها في البلان دو طرافاي ما تتفتحش بيان كيما كي تحلوها بطريقه هذه. ها نكمل نزيد نرقق مليح باش نحطها في البلاطو. شوفوا مازالت تحل، مادام مازالت تحل الكل تسمى راهي مازالت خشينه. فوالا دركا نهزها هكا في القنوط، نحط البلاطو ونجي نفرش عليه هذيك العجينه
تبعوني بالذمه، خليت بالذمه هكا فيها. شوفوا، اي ما جاتنيش في العرض شويه، جاتني شويه ناقصه. شوفوا تبعوا معايا مليح، ما كانش مشكل مادام رانا نخدموا لتحت كله في الكواليس، ما كانش مشكل. اها نعدلها مليح بيديا، نهبط نفرشها كيما نقولوا مليح في البلاطو. اها نهبط ونفرش. من بعد البنات شتو هذوك لي كوتي اللي ما قاستهمش العجينه، نبدا نقص من الحراف، هذوك الحراف اللي زايدين نقص ونبيس كيما نقولوا. ها ونضيف. شوفوا نقص ونضيف. هنا الكاميرا راهي بعيده يعني خساره ما كنتش تشوفوا مليح مليح. جيسبر هنا تولي تبالكم مليح. هاي شوفوا، ها شتو الكوتي هذاك فاش ما بان ليش مليح. هاني حطيت عليه العجينه ونلظ. هذا مكان. ها بصح باسكو لازم يتغطى البلاطو تاعكم مليح، راكم حتحطوا فيه اون فارس، فو با لا فارس تجي في البلاطو. ها شوفوا نضغط برك وها نجي درك يا البنات واش ندير لها شويه تاع السمن يكون ذايب قبل ما نحط عليها طبقه الاخرى اللي فيها 4، وهكا تحصلت على 8 طبقات من تحت. درنا 8 طبقات في مام با نص ساعه كملناهم. ها تجيكم والله فايت يتهبل وكروستيونت وكل شيء. فوالا نغمرها مليح بالسمن، يعني سي اون اوكازيون ندخل شويه سمن مادام راح ندير 2 طبقات، الوغ على الاقل ندير لها شويه سمن. نحطها درك من هيت ونعاود نفتح دركا لا دوزيام كيف بنفس الطريقه، نرققها الماكسيموم. تبقاو تفتحوا فيها طونك راهي تمشي معاكم، طونك تبقاو تحلوا ما تحبسوش حتى يولي القنوط تاعكم خلاص انتم تجبدوا هي ما كانش باش تحطوها على الطبقه الاخرى. يعني قلت لكم ما حبيتش نقطع ولا شيء باش تشوفوا كل شيء. بزاف يخافوا من البقلاوه، الوغ ما حبيتش نابريجي، خليتها هكا باش تشوفوا كل شيء. نوعيه الفانينه في البقلاوه تلعب دور كبير. حلو بهذه الطريقه. فوالا سي بون. دركا نجي نهزها توجور، عاونوا رواحكم ديما بالقنوطي ما تلصق ما والو ما تخافوش. نعاود نحط البلاطو تاعي ونعاود نفرشها. هذه اون برينسيپ جاتني بزياده فتحتها مليح، يعني مش راح يكونوا هذوك الفراغات. هاي جات قد وشتو هذوك الحراف يا البنات ما ترميوهمش من بعد كي نكملوا نحيوهم، وعاودوا ديروا لهم شويه تاع مزهر وعاودوا اعجنوهم مليح، ديروهم في لي ساشيت كونجيلاسيون وكونجليوهم مره اخرى، ديروا بهم قريوش يجي ما شاء الله، ما تزيدوا ولا اضافه، تجبدوهم تخليهم يديكونجلاو مليح يرتاحوا مليح، وحلوهم كيما حبيتوا، ديروا الشكل اللي حبيتوا واقليوهم يجيكم قريوش رائع. انا ديما من البقلاوه نخرج منها 2 حوايج، يعني ندير ديما منها بقلاوه منها قريوش. شوفوا كيف نهبطوا مليح العجينه نعدلوها مليح هكا، ما تخليوش هذوك لي بول داخل داخل. فوالا دوكا واش ندير، نجيب الحشو تاعي اللي كان في الثلاجه نجبدو، نزيد نحركو شويه بيديا مليح ونفرغو مباشره، اللي هو كيلو تاع جوز كيما سبق وذكرت. هنا لي ميزور في البلاطو تاع 30 على 35 تحتاجوا كيلو فرينه، كيلو جوز وكيلو عسل ولا عسيله. هذو هما لي ميزور تخرج لكم اكثر من 60 حبه، يعني وحبه عاليه وظريفه. انا ما نحبش البقلاوه تاعي تجي كبيره بزاف وما نحبهاش تجي ثاني بتي فور، تجي موين. دوكا البنات بعد ما فرغت الحشو تاعي نجي نمشيه. حاولوا تمشيوه ما تجيكمش جهه عاليه على جهه ولا حبه طالعه على حبه، يعني مشيو غير بالاصابع ما ترصوش بيدكم، غير مشيو برك بالاصابع ما تضغطوش يا البنات، غير بالاصابع برك مشيو
لافارس تاعكم. هنا تقدروا تزيدوا حوالي 3 مغارف تاع السمن ذايب فوق لافارس، مي انا مانيش راح نزيد باسكو من بعد في الاخير كي نكمل خلاص راح ندير السمن من الفوق، واوتوماتيكمون بما انها مقصوصه راح يهبط هذاك السمن، يعني راح يكون بزايد، باش ما نديرش هكا ونزيد لها وراح تجي مدسمه بزاف. مي كاين اللي يدير. دركا نروح نعاود نحل العجينه تاعي كيما فتحت تاع القاعده بنفس الطريقه باش نديرو الطبقه الفوقانيه والاخيره اللي راح تكون زوج طبقات، طبقه تاع 4 وطبقه نزيد ندير السمن ونزيد ندير طبقه تاع 4. انا بيان سور مانيش راح نعاود نعت لكم كل شيء باسكو راكم شفتوا ديجا في القاعده، نعت لكم غير في الديبي ونروحوا نكملوا الوصفه تاعنا. ها كيما درنا في الاولى، نفتحوهم غير شويه نحطوا نديروا نشا وهكذا. حطها ابار، زيد لا دوزيام لا تخوازيام اي لا كاتريام. اي فوالا هاني نعت لكم، هاني اختصرت شويه. شوفوا هنايا راني في الطبقه قسمت هذيك العجينه كامل اون دو وزدت فتحت لو كوتي. دوكا نجيب البلاطو ونروح نحط الطبقه الاولى تاع 4 طبقات. هنا البنات المنظر عندكم كي تحلوه حلوها بيان، ما ديروش فيها التكماش. شوفوا كيف راني نخدم. هزي العجينه وجبديها لهون هكا باش ما تجيكمش مكسله. ديروا لها السمن، او هنايا راهو شويه جمد لي نروح نسخنو ونديرو فوق منها ونزيد نحل الطبقه الاخرى نحطها عليها. هنا راني حطيت ولا غير راني قصيت ونعت لكم كيفاش نقص، مي مالوغوزمون ما فهمتش علاش ما تصورتليش. شوفوا كيفاش قصيت، راني عاودت نعت لكم. نفوت غير القراص على الحواشي وما يتقصوا وحدهم. هذيك الحرف اللي بقاو لي هذا ما بقى لي من الحرف، كميه قليله برك. راح نعاود نعجنها كيما قلت لكم وندير لها شويه مزهر، نعاود نعجنها نحطها في ساشيت كونجيلاسيون ونحطها في الكونجيلاتور وانسايها. دركا البنات نجيب موس يكون ماضي مليح ونبدا نقص البقلاوه. هنا في الكاغي ابداو نحيو الحرف هو الاول، قصوا كيما هك نحيو الحرف كيلو حوالي 3 اصابع، يعني زوج ونص مش 3 اصابع باش ما تجيكمش الحبه كبيره. شوفوا كيف راني نقص، ديما احكموا العجينه اي ما تتحركش معاكم، يعني مي باش تكون خدمه نظيفه احكموا وفوتوا الموس. هنا اللي تحب تدي تقص في ان كارطون ولا طويل وتحط وتقص اسهل ليها. انا كيما بما اني متعوده راح نخدم هكا مباشره، مي تقدروا ديروا طرف كارطون هكا كيلو حوالي 5 سنتيمتر ولا 6، قصوه وحطوه وقصوا عليه تجيكم اسهل. هم يتباعوا ميم الطابع تاع البقلاوه، يعني تموروا به، ما تقصوش به بيان سور مي تموروا، تلظي غير شويه تموري ومن بعد تبعي بالموس. هكا راح نكمل نقصهم كامل بالطول باش نبدا نقص البراجات تاعي تاع البقلاوه. باردون. فوالا راني نحكم باليد الاخرى ونقص وهكذا حتى نكملها كامل. يعني اشاك فوا نهز يدي ونشوف باش ما نديرش الفوق رقيق والتحت عريض. فوالا جاتني قد نزيد هذاك الاخرى مع نحي لها الحرف تجي سوا قدها قد الاخرين. صدقوني هذا البلاطو هايل في البقلاوه، عنده كيما نقولوا لي ميزور تاعو باينين، كلشي باين، تخدميها وانت درتي بقلاوه تاعك. هاكا هاي سي بون. دركا نبدا نقص البراجات. نحي اول شيء نقص الحرف، ونحيت الحرف هذاك ونزيد نبدا نكيل. دوك هنا ديروا حوالي 2 دوا ادمي ثاني كيف وقصوا. يجيوكم حبيبات ظراف، ما معاليين بزاف ما هم صغيرين بزاف ما هم كبار بزاف، عادي.
فوالا انا كملت قصتهم كامل ونرجع لكم. بعد ما قصيتهم لهنا كامل نجي دركا ندير لهم اللوزات. نرشق هذوك الحبات تاع البقلاوه باللوز. كانت عندي ديجا كميه هكا تاع لوز رشقت بها. رشقوا كامل مام الحرف، بما انه عندي كميه لاباس بها شويه من اللوز، مام الحراف هذوك ودرت لهم اللوز باسكو رانا راح ناكلوهم حتى هما. يا وصح كل في الحراف. هكذا نرشقها كامل ومن بعد نروح نذوب شويه تاع سمن، حوالي نص كاس تاع سمن، ونجي نضيفو على الوجه كامل. هنا البنات راني قبل ما بديت نقص رحت شعلت الفور تاعي على 180 درجه، فهمتوا؟ تشعلوه على لافونس. هنا لا كان الفور تاعكم سخون بزاف طلعوها شويه، لا كانوا الفور سخانته عاديه ديروها في الوسط. بالنسبه للطياب راهي تاخذ معاكم حوالي ساعه، ساعه وربع. من تحت كي تشوفوه الحواشي ماشي حمار، هو تشوفوهم ولاو غاز برك، معناتها راهي من تحت راهي حمارت. واش ديروا؟ تهبطوها. شتو كي تهبطوها هذيك السخونيه تاع التحت ديجا راح تزيد لها شويه تحمرها، فهمتوا؟ الوغ ما تخليوهاش. علاه قلت لكم كي يعودوا غاز برك هبطوها لتحت خلاص، وشعلوا لها الفوق وخليوها، وشاك فوا قلبوها كل خطره، قلبوا 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 حتى تتحمر معاكم مليح من الفوق. شوفوا كيفاش راني شبعتها مليح بالسمن. على هذه قلت لكم ما ديروش في لافاخس السمن، باسكو هنا كي نديرو هنايا راح تجي قد قد، ديروهاش تطلق بالسمن. فوالا هكا وندخلها للفور. فوالا ميم نتوما كي تقسموا الخدمه تاع ديروا لاباط في الليل والاخر في الليل ومن بعد تبداو راح تخدموا بارتياح ومش حتتعبوا فيها. سماكم قسمتوا اون دو الخدمه راح تخدموها رايحين. فوالا ندخلها طيب. شوفوا هنا ها هي بعد ما طابت، ما تحمروها بزاف، ما تخليوها بيضه. انا هنا عندي قلت لكم كيلو تاع عسيله، نستعمل انا تاع الدب هذاك بوندا. درت له العسل تاعي، درت له حوالي 2 مغارف فقط تاع ما زهر ولا ما ورد مقطر اللي عندها يسعدها. درتو حرت له شويه، ما تكثروش المزهر باش ما تتحرحرش معاكم، على جال لو برك. ونبداو نعسلوها وهي هكاك سخونه، انا راهي تغلي غير ما جبتها. العسل تاعي وجدته من قبل. تكبوا عليها هذاك العسل كامل وتغطيوها يا البنات، وتروحوا ترقدوا وتخليوها تبات هكاك، ولا ما لازمتوا لها يومين واحد اخرين عادي جدا. سونسيال تكون شربت هذاك العسل. ومن بعد باش تقصوها، يعني قلت لكم تحمر ما تحمروهاش بزاف، بلدي ديروها كيما نقولوا مش ماشي غازي هاك شويه، مع تزيدوا العسل راهو يزيد يخليها تولي تبان حمرا اكثر، باش ما تطيحوش في البياج تحت بالكم مش محمره. تحمروها وكي تزيدوا تعسلوها يولي تبان كحله مش حمراء. فوالا انا غطيتها ورحت نرقد. هنا لو لوندوما بونجور جيتكم هنا راح نقصها معاكم. راهي شربت هذيك العسيله كامل، وشوفوا هذاك الفويطاج كيفاش بان، وهذيك التحميره الله الله. قصوها راهي تتقص بسهوله باسكو راهي طريه كروستيونط بصح طريه. اول شي نحيو هذاك الحرف، قصوه مليح برك وجبدوا بالموس يطير معاكم، وجدوا اون اسيات قدامكم ونحيو الحرف هذاك. شوفوا كيفاه قطره عسل ما بقاتش في البلاطو باسكو لي ميزور راهم قد قد. ونبدا نقطع. شوفوا الموس كيفاش يفوت بسهوله باسكو كيما نقولوا كل شيء راهو مرتاح وشارب وكل حاجه مخدومه على كارها. هنا الشكل البنات راني مانيش بروفيسيونيل ما المهم الصح في الذوق. انا درتها سمالينا حنايا للعيد. القصانه البنات تقدروا تقصوها في ان بلاط في صينيه مدوره، ولا ديروا هذيك الورده، هنا ترجع ليكم نتوما. فوالا هنا راني نقص. من هيت راني وجدت لي ناب تاع البقلاوه باش مع نقص نحط فيهم ومن بعد نحط في الكيسات.
هنا الاولاكم تعرفوا بالسيف ما تجبدوها، استعنت بفرشيطه باش نقدر نهزها، ومن بعد راكم تهزوا بالموس عادي. الحبه الاولى برك هكا كي عاد محشوره، شوفوا الله يبارك كيفاش تجي معسله مليح يا البنات. ودوك نوري لكم كيفاش جات محمره من تحت، مالغريني ما حمرتهاش كيما قلت لكم مليح. كي هبطتها باش نحمر من الفوق، هذيك السخونيه تاع تحت زادت لها تحميره تجيكم سوا سوا. شوفوا العسيله ما بقاتش قطره في البلاطو، جات معسله شربت كامل هذاك العسل وما جاتش مخصوصه. شوفوا التحميره يا البنات كي الفوق كي لتحت. وشوفوا العلو تاعها ماهيش عاليه بزاف وماهيش واطيه، والحبيبه جات ظريفه. ودركا نهز بالموس باش نهز كامل الطبقات اللي لتحت. شوفوا ها، نحط في هذوك الاخر ومن بعد نحط في لاكيسات ونديرها في اون بواط، نقفل عليها، حطوها في الثلاجه ولا حطوها في بلاصه بارده وخليوها وقت ما تحتاجوا غير تجبدوا وبالصحه والهنا يا ربي. انا درتها للعيد، ان شاء الله تعيدوا بالصحه والهنا حبيباتي. شوفوا هنا كيفاش راني نقسم ونحط في لي ناب هذوك نوجدها كامل ومن بعد نحط في اللاكيسات ونحط في لابواط. وكانت هذه البقلاوه تاعي، ان شاء الله تعجبكم وتسيوها حتى نتوما اللي جامي دارتها ديرها ما تخافش. ونعيدوا بالصحه والهنا يا رب العالمين ان شاء الله. ما تنساوش جربوها وديروا لنا جام. اللي ماهيش مشتركه في القناه تشترك باش تستفيد معنا ان شاء الله. نلتقي في فيديو اخر. سلام.